عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان في خراره وصداع هيضرب لمده 3 4 اسابيع قدام. بص زيزو عمل ايه، بص زيزو سوى ايه. يا عم عارفين ان زيزو جامد. هو زيزو لو مش جامد انت كنت هتجيبه ليه؟ هو زيزو لو مش جامد كان الزمالك هيعرض عليه المبالغ دي كده ليه وانت تديله مرتب تقريبا هو اكتر مرتب لعيب في افريقيا كلها. تقريبا مرتب زيزو قريب من مرتب اللعيبه في السعوديه. عارفين الكلام ده كله، عارفين ان زيزو جامد، عارفين ان زيزو بس. سيبك من ده كله، مش دي المشكله. المشكله ان زيزو دلوقتي بيلعب في الاهلي. فكون ان زيزو بيلعب في الاهلي دي في حد ذاتها بالنسبه لهم هم ان انت كده بقيت لعيب، بقيت بني ادم فئه اولى. بقيت بني ادم ينفع نشكر فيك ونطبل لك لمده اسابيع. بقيت لعيب اعلام الاهلي كله اللي هي القنوات الرياضيه كلها بلا استثناء، بابراهيم بشوشو بكله. اتفرج على اللي هيتقال، اتفرج على اللي هيتقال، اتفرج على الصداع. بص هيجي لنا، هنحتاج بنادول يعني. يا ريت بنوجه رساله لنادي فاركو ولشركه فاركو توفر لنا حاجه للصداع اللي انتوا السبب فيه. فرقه فاركو اللي مدربها بلاعيبتها ادنى، يعني اقل من مستوى الحدث. فرقه فاركو اللي مش عارفه تدافع، مش عارفه تهاجم، مش عارفه تعمل اي حاجه. طب انت رايح تعمل ايه في ماتش زي ده؟ رايح تلعب الاهلي متوقع ايه؟ رايح متوقع مثلا الاهلي هيلعب لك زون ديفenس في ال 18 وانت تقعد تباص عليه ويلعب على المرتده عليك انت يعني؟ انا بجد مش فاهم فرقه زي فاركو دي موجوده بقالها كذا سنه في الدوري بتعمل ايه. بس خليكم فاكرين الكلمه اللي هقولها دلوقتي لان هنحتاجها تاني في ماتش الزمالك وهبقى اعمل لكم كات. اتفرجوا على فرقه فاركو ديت وعلى الغل وعلى الاندفاع اللي هيكون في ماتش الزمالك. حتى لو الزمالك بيقدم احسن مباراه في حياته هتلاقي فرقه فاركو بتقدم اغشم واحسن مباراه في حياتها. زيزو والنادي الاهلي قدروا يفوزوا 4-1 على نادي فاركو اللي زي ما قلت اقل من مستوى الحدث. بس الماتش ده بالذات بيقول لك الاهلي هو اتجاهه ايه؟ اتجاهه اللي بقاله 3 4 سنين ماشي فيه، بس الموسم ده مركز عليه وضاغط عليه استغلالا لزيزو واستغلالا لبن شرقي، الا وهو العرضات من الاطراف. الاهلي عباره عن فريق عرضيات بس. الاهلي عباره عن مكنه عرضيات يمين وشمال مهوله. اتفرج على ارقام الاهلي في العرضيات اخر كام ماتش. الاهلي في العرضيات ما بيهزرش. الاهلي في كميه وتجهيزه وتجميع اللعب عشان يوفر مساحه للاطراف ان هي تعرض مش طبيعيه. هل ده يوحي بحاجه؟ يوحي ان الفرقه تخلي بالها. هل ده يخلي بالهم؟ بقى بيني هتلاقي كل الفرق زي فاركو فالحه بس الصفحه بتاعتها تقعد تنزل صور، اهي الصور جابت من نتيجه غلط. انا بوجه رساله لنادي فاركو، يا ريت تدوا منشطات لاعبكم. اللعيبه مش قادره تجري، اللعيبه مش قادره تلعب، اللعيبه مش ملاش، تحس ان ده زي ملاش نفس. لو عندهم كتاب ده كتاب. بجد انا مش لاقي حاجه اقولها. فرقه غريبه فاركو، فرقه بشعه. الاهلي كان حلو، الاهلي كان طبيعي. لكل الناس اللي بتقول الاهلي كان حلو، الاهلي كان طبيعي. فرقه فيها بن شرقي وزيزو وتريزيجيه وشريف واليو ديانج. طبيعي انها تبقى فرقه كويسه، طبيعي انها تبقى فرقه جامده، طبيعي انها تبقى بتنافس على اي ماتش او اي بطوله هتقابله. انتوا يعني الناس لو متفاجئه من كده فانا احب اقول لكم يعني، لو جمهور الاهلي متفاجئ من حاجه زي كده احب اقول لكم انتوا تقريبا عندكم اقوى سكواد في افريقيا مش في مصر بس. بس هل الاسامي دي هتعرف توقفها مع بعض؟ هل حسين الشحات ده خلاص كده في ذمه الله؟ هل طاهر محمد طاهر بقى في ذمه الله؟ ذمه الله مش قصدي حاجه وحشه، قصدي ان هم يعني خارج بره النادي الاهلي. هل كل اللعيبه اللي كانت الاهلي مسنود عليها الفتره اللي فاتت الاهلي هيرميهم؟ زي ما هيجي يوم وهيرمي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، زي ما هيرمي اي لعيب بيجري على النادي الاهلي. اعمل حسابك ان انت تترمي. انت عمرك ما هتبقى فوق الاهلي ما عدا زيزو وامام. احنا ناسيين امام لسه كده كده جاي. بس انا عندي تعليق على لعيب واحد. يا جماعه بن رمضان جامد قوي. بن رمضان لاعب جامد قوي. بن رمضان كواليتي لعيب، فاهم كوره وجامد كوره ولعيب ممتاز. انا مش عارف ازاي لعيب زي دوت قعد الوقت ده كله ما جاش اهلي او زمالك. ازاي الزمالك وبيراميدز سابوا لعيب زي كده؟ لغز بالنسبه لي. المقابل المادي وحاجات كتير كانت في النص، بس لعيب جامد. اليو ديانج لعيب جامد على الرغم النهارده قدم ماتش يعني مفيش. بس مش معنى كده ان الراجل كان وحش، لا، عشان فاركو ما بتهاجمش. فاركو ما بتعملش اي حاجه غير انها في ال 18 وبتقول يا رب الجون يجي من الناحيه مش من الناحيه دي. فرقه غريبه. وربنا يسترها على ماتشنا احنا بكره. سلام عليكم.